عارف يا صاحبي، لما بقعد افكر في الدنيا دي بحس انها حاجة تافهة بجد واتفه مما تتخيل. احنا عايشين في دنيا هي اصلا عند ربنا ولا تسوى جناح بعوضة. تخيل جناح بعوضة، سبحان الله، ده مش انا اللي بقول كده، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول ده. يا صاحبي والله الدنيا دي ولا حاجة، حاجة صغيرة قد كده مهما كبرت في عينك ومهما حسيت انها فيها حاجات كتير قوي حلوة او مغرية مخلياك متمسك بيها ومستموت عليها، وفي الاخر هي فانية ومش باقية. ربنا سبحانه وتعالى قال عنها انها زي ساعة وكأننا ما عشناش فيها غير لحظة. تخيل كل السنين اللي بنعدي بيها وبنحلم فيها، اللي بنتعب فيها، بنفرح فيها وبنزعل فيها برضو، بنجري فيها ورا فلوس او شهرة أو عربيات أو سفر أو أي حاجة. كل ده في النهاية ولا حاجة قصاد الأبد، الأبد اللي جاي في الآخرة. يعني كل ثانية بتعيشها قدامها أبد طويل جدا جدا، يا إما في نعيم يا إما في عذاب. والموضوع ده مش هزار ولا تهويل، ده الواقع اللي أنا وإنت بننساه دايما. فكر معايا كده، إحنا هنا في الدنيا دي ليه؟ هو إحنا جايين نعيش ونتمرجح وناكل رز بلبن ونقول يا سلام على الدنيا الحلوة؟ لا طبعا، احنا جايين هنا في اختبار. اختبار زي الطالب اللي بيدخل الامتحان بيبقى عنده وقت معين، اسئلة معينة، وفي الاخر يا اما ينجح يا اما يقع. بس الفرق الكبير ان الامتحان بتاعنا مش مجرد درجات هتاخدها وتروح وتتابع بقى حياتك بعد كده، لا، ده ممكن ورقة الامتحان تتسحب منك في اي وقت، وساعتها هتقابل مصيرك الأبدي. النجاح في الامتحان ده معناه الجنة. الجنة يا صاحبي نعيم ملهوش نهاية، راحة ما فيهاش تعب ولا نوم ولا هم ولا غم ولا زعل ولا خوف ولا حتى دموع. الجنة مكان ما فيهوش غير السعادة والراحة، ما فيش فيها مرض، ما فيش فيها تعب ولا وجع قلب. انت متخيل؟ والرسوم، اللهم احفظنا، يعني النار عذاب مستمر مفهوش لحظة راحة ولا حتى نوم ينسيك الألم. مفيش نوم يا صاحبي. تخيل حد بيتعذب ومش عارف يغمض عينه ويرتاح. الدنيا دي يا اخويا زي لعبة سريعة، زي ما يكون بتلعب ماتش كورة 90 دقيقة ويخلص، بس الفرق ان الماتش ده نتيجته هتفضل معاك للأبد. مفيش إعادة ماتش، مفيش شوط تاني، خلاص خلصت. علشان كده لازم نفوق، لازم نبطل نجري ورا حاجات ملهاش لازمة. فلوس هتسيبها، عربية هتسيبها، بيت برضه هتسيبه، حتى الضحك والفرفشة كل ده رايح. أيوة والله، هتيجي لحظة وتسيب كل حاجة، ولا هينفعك ساعتها لا شكلك ولا لبسك ولا ماركاتك ولا الناس اللي كانت بتسقف لك. اللي هيفضل معاك هو عملك، نيتك، إيمانك، والحاجات اللي عملتها علشان ترضي ربنا. واللي هيفضل هو صلاتك وصيامك وصدقاتك، كلامك الحلو، قلبك الطيب، دمعتك اللي نزلت من خوفك من ربنا. اللي هيفضل دعوة حد دعاها ليك، أو دمعة حد مسحتها، أو لقمة أكلتها لحد جعان. طب إزاي نعدي الاختبار ده؟ إزاي توصل للجنة وتبقى من أهلها؟ ما هو لازم نساعد بعض يا صاحبي. والله زي الإخوات اللي في نفس القطر، كلنا في السكة دي وكلنا عايزين نوصل. اللي شايف أخوه واقع يمدله إيده، اللي شايف حد ضايع ينصحه، واللي شايف حد بعيد عن ربنا يقربه. ما تبقاش أناني تقول وأنا مالي، ما هو كل واحد حر في نفسه. لا، احنا مسؤولين عن بعض. كل واحد فينا ممكن يكون سبب ان التاني يخش الجنة او يتحرم منها. ايوه، كلمة منك ممكن توقع حد في النار او ترفعه ويدخل الجنة. اتقي ربنا في كل خطوة، في كلامك، في شغلك، في تعاملك مع الناس. ساعد الغلبان، اطعم الجعان، زور قرايبك، صلي الصلاة في مواعيدها. ما تأجلش الصلاة عشان ماتش الكورة ولا علشان مسلسل ولا عشان قعدة صحاب. حتى اللي فات مات، لكن اللي جاي لسه في ايدك تعمله صح. اتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا صاحبي لو خدت سيدنا النبي قدوة ليك ومشيت بس على هديه وسنته، هتعيش مبسوط ومطمن. حتى لو الدنيا ضاقت بيك قلبك هيفضل مرتاح، لانك عارف ان في رب كبير شايف ومطلع ومش هيسيب حد تعب في طاعته الا ويكبر بخاطره. واهم حاجة خلي دايما قلبك متعلق بالاخرة، ما تخليش الدنيا تشدك وتنسيك الاخرة. ما تنساش ان الاخرة دي هي الحقيقة. الدنيا فانية مهما كنت شايفها حلوة، وهتيجي لحظة تسيبها غصب عنك، عشان ما تجيش تقول كان نفسي اعمل كذا ولا يا ريتني سمعت كلام فلان. ساعتها مش هينفع الندى. مش هقولك الطريق سهل، لا، الطريق فيه تعب وفيه اغراءات، في شيطان بيضحك علينا وبيقول استمتع بالدنيا وما يهمكش، ما تزهدش في نفسك، ما تحرمش نفسك.
بس رد عليه وقول له يا عم الدنيا دي ساعة والآخرة هي الحياة. الناس فاكرة إن اللي بيقرب من ربنا لازم يعيش كئيب وحزين، لا والله، اللي قريب من ربنا عايش مرتاح حتى لو معهوش فلوس أو مش لابس أغلى هدوم أو ما عندوش أحسن موبايل. هتلاقي قلبه مليان رضا، مليان طمأنينة، عارف إنه مش لوحده، عارف إنه تحت عين ربنا. خلينا نكون أذكى من كده، نعدي الاختبار ده سوا بقى، نساعد بعض، ندعي لبعض، نفكر بعض دايما إن الجنة تستاهل، إن الجنة فيها حاجات لا عين شافتها ولا أذن سمعتها ولا خطرت على قلب بشر، حاجات محدش يقدر يتخيلها. تخيل نفسك هناك في نعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع ناس بتحبك وبتضحك لك، في مكان مفهوش ولا حزن ولا كآبة ولا مرض. ده فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مش كده وبس، ده انت هتشوف وجه ربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم. طب بالله عليك ما حسيتش ان قلبك اشتاق للحظة دي؟ اللحظة دي اغلى من الدنيا وما فيها. هي دي اللحظة اللي ربنا وعد بيها عباده المخلصين، اللحظة اللي هتنسيك كل تعب الدنيا. طب ازيدك من الشعر بيت، الجنة فيها كل اللي نفسك فيه. لو نفسك تشرب من انهار عسل هتلاقي، لو نفسك في قصور من ذهب ومن فضة هتلاقي، لو نفسك تتجوز 20 واحدة برضه هتلاقي، حتى لو نفسك في حاجة غريبة محدش فكر فيها برضه هتلاقيها. ده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل. طب ليه تضيع عمرك على حاجات صغيرة ومش دايمة؟ ليه نزعل ان في فلان سبقنا او ان فلانة احسن مننا او انك ما وصلتش للي بتحلم بيه؟ يا حبيب اخوك ده كل ده هيروح، اللي هيفضل هو انت كنت مكتوب ايه عند ربنا، قلبك كان عامل ازاي، كنت طيب ولا لا، كنت بتساعد الناس ولا لا. اللي هيفضل هو انت كنت بتصلي ولا لا، كنت بتقرأ قرآن ولا لا، كنت بتذكر ربنا ولا لا، كنت بتقول كلمة الحق ولا لا، كنت بتكبر بخاطر الناس ولا برضه لا. يا اخويا خلينا نفكر كده بهدوء، ايه اللي هيضيع مننا لو قربنا من ربنا؟ بالعكس، ده كل حاجة حلوة هتيجي لينا حتى لو اتأخرت شوية. ربنا عمره ما بيخيب ظن حد لجأ إليه، عمره ما بيضيع تعب حد تعب علشان يرضيه، واللي يرضي ربنا عمره ما هيخسر حتى لو خسرت شوية حاجات في الدنيا. اللي جاي الجنة، ودي أجمل من أي حاجة ممكن تحلم بيها. خلينا ندعي لبعض ونقول يا رب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا رب خلينا من أهل الجنة، يا رب اجبر بخاطرنا واغفر ذنوبنا وحقق لينا اللي يرضيه، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. كلنا بنغلط وكلنا عندنا ذنوب، بس ربنا رحيم وغفور وبيحب العباد اللي بيرجعوا له. حتى لو غلطت 1000 مرة باب ربنا مفتوح، المهم ترجع، المهم ما تفضلش بعيد. يا صاحبي اوعى تفتكر انك عايش لوحدك وتبقى اناني، لا، كل واحد فينا محتاج التاني، محتاج حد يفكره، محتاج حد يشجعه، محتاج حد يقول له قوم يا بطل ما تستسلمش. خلينا نحط ايدنا في ايدين بعض، نساعد بعض على الخير، نكون اصحاب حقيقيين، مش اصحاب قهاوي وقعدات بس، اصحاب في اخرتنا قبل دنيتنا. يا اخي ده في ناس مش هترضى تخش الجنة الا باصحابها، وربنا سبحانه وتعالى هيخليهم ياخدوا اصحابهم معاهم في الجنة. وكده البوكش لخص وخلص، ودلوقتي يلا بينا خلينا نقوي بعض ونعدي الاختبار ده ونبقى من أهل الجنة. ادعي ربنا يثبتنا ويهدينا ويجمعنا في جنته. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آمين يا رب العالمين. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير، لأن ده بيساعد إن المحتوى يوصل لناس كتير. وما تنساش تصلي على حبيبك النبي في الكومنتات، وكالعادة ما تنساش تدعي لإخواتنا في الأرض المباركة. سلام.